السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي. اليوم السادس للفراخ السوسو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي بتبات وبتصبح يومها بيومين. اللهم صل على النبي. الفراخ بتبات وبتصبح بسم الله ما شاء الله. النهاردة اليوم السادس هبتدي بقى ان انا هسلق لهم بطين على العلف، اهرسهم في قلب العلف. البيض بيجذب الفراخ بطريقة رهيبة للعلف. هي كده 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 النهاردة اليوم السادس، خلاص الفراخ بقى اتعودت على العلف، وببتدي ان انت تجوعهم قبل منها بساعة. وكده كده الفراخ هتنسي في العلف، بس زيادة الخير خيرين. اقسم بالله بعد ما حطيت البيض المسلوق الفراخ نسفت العلف. البيض المسلوق بيجذب العلف، بيجذب الفراخ للعلف بطريقة رهيبة، وبيزود الوزن برضه. ما هو كالسيوم، كالسيوم طبعا. انت لو عندك عيل صغير وبتروح للدكتور ولا كلام ده، يقول لك خليك معاك امشي معاه مع البيض ومع اللبن. ليه؟ كالسيوم، كالسيوم طبيعي اهو. بيمنع بقى الكساح للفراخ، وبيمنع كده. وبالنسبة برضه للأطفال بيقوي العظم وبيظبط لهم الدنيا. في ناس هتقول لك البيض غالي والبيضة مش عارف بكام طب ما هو برضه، ما هو البيضة غالي، طب ما الفراخ غالية. ما احنا لازم نحافظ على الفراخ دي برضه. شوف انت الكيلو بكام والبيضة بكام. كل ده كالسيوم طبيعي. ببتدي ان انا جبت بيضتين. وطبعا البيض ده انا مش شاريه، بيض بلدي، بيض بلدي من عند الفراخ البلدي. يعني انا من الشاريه برضه عشان اقول لك ده البيض غالي ولا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. من قلب الفراخ البلدي اللي عندي اللي انا مربيها. بدأت خدت بيضتين وهرستهم على العلف، طبعا كالسيوم طبيعي، عشان برضو امنع حالة الكساح وامنع الحاجات دي كلها اللي بتظهر في خلال اسبوع او في خلال اول 10 ايام من الدورة. عشان استغنى البيض واقول لك ده البيض غالي ومانيش حاطه ومانيش عارف ايه، هاجي ابص الاقي فرخات 3 مكسحين. طبعا عايزين دواء من الصيدلية البشرية او من البيطري. هاجي ابص هلاقيني صارف 50 جنيه دواء عشان الكساح، وما بيجيبش نتيجة. بيفضلوا مكسحين زي ما هما، ويفضلوا يخسوا لغاية ما يموتوا. فأنا ابتدي أشغل دماغي من دلوقتي. احنا لسه في اليوم السادس اهو. ابتدي ان انا اظبط لهم الدنيا واهيئ لهم الدنيا، والكلام ده كله بتاع ربنا. يعني لو مكتوب ان مثلا الاقي حاجه كساح او كلام من ده هلاقيه. كل ده بايد ربنا، بس انا بعمل، انا سبب. انا بظبط الدنيا، بهيئ لهم الدنيا عشان ربنا يكرمنا لغايه نهايه الدوره. 60 يوم، 70 يوم، 80 يوم، ابص الاقي فرخه كويسه وزنها كويس. بسم الله ما شاء الله. انا شايفهم كويسين جدا على اليوم السادس. بسم الله ما شاء الله كويسين جدا، حجمهم كويس. برضو للي مش متابع من اول الدورة، انا ابتديت في اول يوم برضو سلقت لهم بيض على علف، وهرستهم على علف. وابتديت ان انا حطيت لهم ميه بسكر في اول يوم. وتاني يوم برضو ابتديت ان انا حطيت لهم كمون وكزبرة على العلف، بحيث ان انا الفت انتباههم للعلف. وعصرت نص ليمونة على المية. تاني يوم ابتديت ان انا حطيت شوية سمسم وشوية حبة البركة على العلف. رابع يوم ابتديت ان انا حطيت لهم عسل اسود، عشان اخليهم يشربوا مية بكمية كبيرة، ان انا ازود حجم الحصلة بتاعتهم. شوف انت اما الفرخ مثلا كل الطاقة بتاعته وشارب واكل عسل اسود، العسل الاسود بيلهلب على معدته، فبيبتدي ان هو يجري على المية يشرب مية. كل ده بيزود حجم الحصلة. خامس يوم ابتديت ان انا حطيت لهم نشا على العلف، بحيث برضه لو في اسهال لو في كلام من ده كله يظبط لي الدنيا. شوية كركم يفتح الشهية بتاعهم مع النشا برضه، مع النشا نفس الطبق. شوية حلبة، شوية حلبة حصى. عايز تطحنهم ماشي وتحطهم لهم ماشي، عايز تحطهم سليب ماشي. فالنهاردة 5 يوم اهوت، مفيش أحسن من البيض المسلوق. النهاردة 6 يوم، مفيش أحسن من البيض المسلوق لهم. عشان
اللهم صل على النبي. امنع حالات الكساح، اظبط لهم الدنيا. بس برضه انا ماشي معاهم ازاي برضه عشان تبقوا فاهمين الدنيا. انا مظبط التهوية، مظبط التدفئة، مفيش هواء مباشر داخل عليهم، دي اهم شيء. بعد كده بقى بلعب براحتي بقى على العلف وعلى المية. انا صحيت مثلا النهارده هحط لهم بيض مسلوق، ببص في مثلا ببتدي ان انا بجوعهم ساعة يوميا، ببتدي ان انا اجوعهم ساعة يوميا، ببتدي ان انا بجوعهم ساعة يوميا. شوف بقى لما الفرخ بجوعه ساعة، كده كده غصب عنه هينسف العلف. ضيف بقى لكده الخلطة اللي انا اعملها، اذا كان عسل اسود، اذا كان بيض مسلوق، اذا كان نشا، اذا كان كمون وكزبرة. فزيادة عن كده 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 الفرخ هينسف العلف. بس ضيف لي كده بقى الخلطة اللي انا عاملها، زي رفع المناعة لزيادة الوزن، كل ده في مصلحة الفرخ. فما تستغلوش البيض يا جدعان وتقولوا ان البيض غالي. ده احنا مش بنشتريه، ده احنا كده بيضة واحدة مسلوقة على العلف هتريح دماغي بقى من أدوية الكساح والكلام ده كله. فربنا يتمها على خير كملها على خير بإذن الله. ربنا يصلح الحال بإذن الله. وأنا بإذن الله هصور لكم برضه يوم بيوم لغاية نهاية الدورة. طبعا الدورة ديت مش جايبها كمشروع إن أنا أبيعها أو كده، لا طبعا لاستهلاك البيت. هم طبعا مش كتير عشان يبقوا مشروع، يعني هم مش 100 ولا 200 ولا كده، ده هم 30 على قد الاستهلاك البيت برضه. اما لو هو مشروع بقى هبتدي ان انا ابيع منه طبعا، اقل عدد بيبقى 100 عشان ربنا يكرمنا منه بمبلغ كويس في نهاية الدورة. يا مسهل الحال يا رب، وربنا يتمها على خير بإذن الله، ربنا يتمها على خير.